الف مبروك يا شباب، نتيجه الثانويه العامه تم اعتمادها رسميا، ولسه يا دوبك من وقت قليل قوي خلاص اتنشرت فعليا على موقع الوزاره. لو انت داخل على الفيديو دوت عشان تشوف النتيجه بتاعتك وعايز تطمن انت جبت ايه، فعايز اقول لك انت في المكان الصح، وانت فعلا هنا هحط لك اللينكات اللي تقدر منها تجيب النتيجه. ولكن في حاجه بس انا عايز اقولها لك الاول، قبل اي حاجه، قبل حتى ما تخش تشوف نتيجتك. اول حاجه بقى عايزين نبارك لكل الاوائل بتوع الثانويه العامه، الف مبروك، الف مبروك لكل المتفوقين والاوائل بتوع الثانويه العامه، والف مبروك لكل الناس اللي جابت مجاميع حلوه عموما، وربنا يوفقكم وتخشوا الكليات اللي انتوا نفسكم فيها. ولكن هنا بقى انا عايز اقول له، طيب انت دلوقتي قبل ما تخش تجيب النتيجه بتاعتك، فعايز اقول لك على حاجه. دلوقتي انت لما تخش تجيب النتيجه بتاعتك، لو انت لقيت نفسك جايب مجموع حلو وهيدخلك الكليه اللي انت نفسك فيها، فالف مبروك يا عم، الف مبروك. انا اول واحد ببارك لك، الف مبروك لكل الناس اللي جابت مجاميع حلوه، وربنا يوفقكم وتخشوا الكليه اللي انتوا نفسكم فيها. ولكن لو دخلت لقيت نفسك جايب مجموع قليل، مش ده المجموع اللي بتحلم بيه، المجموع ده ممكن ما يدخلكش الكليه اللي انت عايزها، ما تزعلش، ما تقعدش تلوم نفسك وتقول يا ريتني ذاكرت احسن، يا ريتني لا، بالذات لو انت عملت اللي عليك فعلا، لو انت عملت اللي عليك فعلا وذاكرت وتعبت، بس في الاخر ما جبتش المجموع اللي نفسك فيه، فدي مش نهايه المطاف. الثانويه العامه مش نهايه المطاف يا جماعه، ما تزعلش. ممكن يكون ربنا عايد لك حاجه احسن، ممكن يكون ربنا عايد لك حاجه احسن كتير من لو كنت انت دخلت الكليه اللي نفسك فيها. ابسط مثال انا هديهولكم، ابو فله يا جماعه، ابو فله في الثانويه العامه جاب مجموع ما يدخلوش الكليه اللي نفسه فيها، وزعل قوي، وكان حتى بيقول له يعني ليه يا رب، انا تعبت قوي في المذاكره، ليه يا رب يعني بعد التعب ده كله ما قدرتش اخش الجامعه اللي نفسي فيها. في الاول كان زعلان جدا، ولكن اول يوم ما دخلش فيه الجامعه اللي نفسه فيها قرر ان هو يخش اليوتيوب، قرر ان هو يخش اليوتيوب وبدأ يصنع فيديوهات، وفي الاخر بقى يوتيوبر عظيم وبيحقق ملايين المشاهدات. بعد كده بدل ما بيقول له ليه يا رب ما دخلتش الجامعه، بيقول له اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، لان انا لو دخلت الجامعه ما كنتش هحقق النجاح اللي انا فيه دلوقتي. شفتوا بقى ازاي؟ يعني شوف، هو كان عايز يخش جامعه معايا نفسه فيها، ولكن ربنا اراد له حاجه تانية خالص فيها خير عظيم ليه، وكان سبب عدم دخول الجامعه هو اللي خلاه يوصل لكل النجاحات والاحلام الرهيبه اللي كان نفسه فيها. فانا عايز اقولها لكم ان الثانويه العامه مش نهايه المطاف يا جماعه، مش نهايه المطاف. دلوقتي انا هوريكم اللي طبعا لو عايزين تجيبوا النتيجه، هو في الموقع الرسمي بتاع الوزاره اللي هو g12.abs.gov.eg، هحط لكم اللينك ده في الديسكربشن. ولكن للاسف حاليا اللينك ده عليه ضغط شديد قوي، لان ده الموقع الرسمي للنتيجه عليه ضغط شديد قوي، فممكن تجيبوا النتيجه من موقع اليوم السابع، لان الموقع ده اخد حقوق ان هو يجيب النتيجه بتاع الثانويه العامه. هتخشوا على اللينك ده هتلاقوا مكتوب نتيجه الثانويه العامه 2025، هتدخل رقم الجلوس بتاعك وتختار انت نظام قديم ولا نظام حديث، وتقوم دايس على النتيجه وهيظهر لك النتيجه بتاعتك. وفي مواقع اخباريه تانية كتير برضك بتقدم الخدمه دي، مش اليوم السابع بس. تمام كده. وممكن كمان تجيب النتيجه من لينك من جريده الدستور، هسيب لكم برضو اللينك في الديسكريبشن، وممكن برضك من جريده الوطن. يعني النتيجه موجوده في حتت كتير قوي يا جماعه، وممكن كمان من القاهره 24 بس. يعني ادي معاكم، ادي بصوا يا جماعه، معاكم الموقع الرسمي للوزاره، معاكم اليوم السابع، الدستور، ادي كده 3 اماكن، الوطن، القاهره 24، 5 اماكن تقدروا تجيبوا منهم النتيجه يعني. فشوف انت بقى حسب اللينك اللي يشتغل معاك، هسيب لكم اللينكات دي كلها في الديسكريبشن ان شاء الله يعني. وعايز اقول لكم حاجه يعني برضك ايه، حابب اشارك معاكم النتيجه بتاعتي. انا جبت كام في الثانويه العامه؟ انا جبت يا جماعه في الثانويه العامه 96.4، 96.4، والمجموع ده دخلني الكليه اللي كنت بحلم بيها، اللي هي كليه الهندسه. دخلت كليه الهندسه هنا في بورسعيد، جامعه قناه السويس. ولكن زي ما بقول لكم، انت دلوقتي هتجيب النتيجه بتاعتك حلوه وجبت مجموع حلو يدخلك الكليه اللي نفسك فيها، حلوه قوي، تمام، الف مبروك يا عم، وربنا يوفقك وتخش الكليه اللي نفسك. انما جبت مجموع وحش، ما تزعلش. ويا ريت توروا الفيديوهات دي لابهاتكم وامهاتكم، لان برضك في ابهات وامهات بيبقوا قاسيين قوي على اولادهم، اللي هو ايه، انت جبت مجموع وحش ممكن يضربوه، ممكن يعنفوه، ممكن لا، يعني بالراحه بالذات. حتى يعني بصوا يا جماعه، يعني لو واحد مقصر نقول ماشي، انما انت في ناس بتبقى ذاكرت وعملت اللي عليها، بس هو الامتحان جه صعب،
حصل له ظروف غصب عنه نسى بعض المعلومات في الامتحان. يعني برضك ما تبقوش قاسيين على نفسكم قوي يا جماعه. ولما تخشوا تشوفوا النتيجه طمنوني في الكومنتات انت عملت ايه. والف مبروك، الف مبروك لكل الناجحين. وبعدين يا جماعه هديلكم امثله كمان. طب اقول لكم على حاجه، طب ايه رايكم ان في ناس خرجت من الثانويه العامه بمجموع كبير جدا ودخلت بيه كليه طب؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ دخلت بيه كليه طب وبعد كده شافوا الطب. انتوا متخيلين الطب اللي كلنا شايفين الطب ده حاجه مهوله والدكتور بيعد فلوس؟ في ناس شافت ان الطب ده مش ده اللي بيحقق لهم احلامهم، لدرجه اضطروا يعني من كتر الصعوبات بتاعت الشغلانه دي والاعاقات وكده اضطروا ان هم يخشوا في مجال تاني خالص ويبقوا صناع محتوى مثلا. يعني ما تستغربش في دكتور ممكن يبقى صانع محتوى. انا ابسط حاجه ممكن ادي لكم مثال، منعش كان دكتور اسنان ولكن ساب الطب وبقى صانع محتوى. صدقوني يا جماعه مش كل الحياة مش كلها ان انت تخش كلية كويسة، مش ده نهاية المطاف. حتى في كمان يا جماعة عزت ابو عوف الله يرحمه، كان اصلا بيتخرج من كلية طب وكان دكتور، ولكن ما عجبوش المجال دوت وحب ان هو يبقى ممثل. شغفه كان ان هو يبقى ممثل. صدقوني يا جماعة اللي انت تخش كلية جامعية مرموقة مش ده نهاية المطاف. يعني حتى وما تتأثرش في الموضوع ده بالناس. يعني اللي هو ايه، ما تقعدش تقول يا دي النيلة منظرها هيبقى وحش قدام الناس، ده انا كان نفسي اخش طب، ده انا كان نفسي اخش هندسة، ده انا دلوقتي المجموع بتاعي ما يجيبش. يعني مثلا لو انت علم رياضة وكان نفسك تخش هندسة وما عرفتش، لو انت كان نفسك علم علوم او نفسك تخش طب وما عرفتش، ما تقولش يعني يا دي الخيبه منظري قدام الناس هيبقى وحش قوي. لا، ما انت ممكن ما تخشش الكليات دي وتبقى في الاخر مستثمر او راجل اعمال عظيم، ويبقى مكانتك الاجتماعيه اقوى بكتير من لو كنت دخلت الكليات دي. فصدقوني يا جماعه الموضوع ما بيتحسبش كده، مش ده نهايه عندك. انا برضو انا دخلت هندسه ومهندس وشغال مهندس او كل حاجه، ولكن شغفي في اليوتيوب ما فضلتش. شغلي كله مش بينحصر في الهندسه بس. بلاش يا جماعه. المهندس احمد ابو زيد تمام، كان مهندس وبيشتغل في مواقع وحاجات كده، وساب الهندسه ودخل في صناعه المحتوى والفريلانسنج والكلام ده. صدقوني يا جماعه ما تلوموش نفسكم. انت عملت اللي عليك، انت خلاص عملت اللي عليك تمام. النتيجة وحشة بقى غصب عنك، امتحان صعب مش عارف ايه، خلاص ارضى بأمر الله وممكن يكون ربنا عايل لك حاجة احسن، فما تزعلوش يعني. صدقوني يا جماعة انا عايز اقول لكم ان كان الامثلة اللي انا اديتها لكم في الفيديو ده دي امثلة بسيطة. كم من الناس اللي نجحت في حياتها رغم ان هي ما دخلتش كلية عالية، او رغم ان هم دخلوا كلية عالية وما عجبهمش المجال وسابوه بقى حاجة تانية. كم الناس دي مش قليل بجد. يعني انا يا دوبك ذكرت لكم امثلة بسيطة في الفيديو، انما فعلا كم الناس ده مش قليل. فبجد يعني اوعى تاخد الموضوع على اعصابك خالص، خليك فريش كده وخليك هادي كده وتقبل الموضوع بصدر رحب، وابدا افكر بقى طب خطتك الجايه ايه، طب لو انا جبت مجموع وحش طب ايه الكورسات اللي ممكن ادرسها وتخليني وحش في مجال معين يفتح لي طاقه القدر وابقى حاجه رهيبه جدا وحقق نجاحات ما حدش حققها قبل كده. ابدا بقى ايه، فكر بوعي، ما تخليش النتيجه هي دي الحاجه اللي تبقى محبطه ليك تمام. بس كده يا جماعه، اتمنى لكم كلكم النجاح وان انتوا تجيبوا مجموعه كويسه. ربنا يوفقكم يا رب، وطمنوني بقى في الكومنتات، طمنوني بقى على النتيجه. باي باي.